السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. طبعا ليلة الديربي كالعادة مفيش نوم وقلق، فقلنا نطلع ندردش معاكم عن صفقات الزمالك وأسباب تأخير الصفقات حتى الآن. كمان هنقول التشكيل المتوقع للمباراة بكرة. نتمنى طبعا كل التوفيق للزمالك، وإن شاء الله يكون يوم يعني يفرح كل الزمالكية بإذن الله. طبعا أول حاجة رسالة إلى لاعيبة الزمالك. لعيبة الزمالك لازم تكون راجل في الملعب، لازم تفوز بالالتحامات، لازم تموت نفسك على كل كورة، لازم تبذل أقصى جهد عندك علشان خاطر جمهور الزمالك العظيم اللي بيساندك رغم كل الإخفاقات اللي قبل كده. نتمنى إن شاء الله إن المباراة دي تكون العودة إلى الطريق الصحيح مرة أخرى. نتمنى كمان من فيريرا إن هو يلعب بتشكيل الزمالك المعتاد، وإن شاء الله وما يعني ما يألفش في التشكيل في المباراة دي بالذات. نتمنى طبعا ان احنا نلعب بتشكيل 3-4-3 اللي لعبنا بيه الموسم اللي فات وفزنا بيه بالدوري بالكاس، واللي كمان لعبنا فيه معظم مباريات الموسم الحالي. وكان الزمالك قدم مباريات كبيرة وكانت مباريات كويسة، وكان جمهور الزمالك مبسوط منها. نتمنى طبعا ان فيرا يحط كل دوت ويحط جمهور الزمالك قدامه، وكمان لعيبة الزمالك تعرف ان وراها جمهور كبير، جمهور كبير ما سابهمش وما تخلاش عنهم في وقت لما كان في اخفاقات. فان شاء الله اللعبة دي تكون قد المسؤولية وتفرح كل جمهور الزمالك بإذن الله. بكرة إن شاء الله مباراة الديربي مباراة قوية جدا. طبعا غيابات الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإبراهيم عنضاي للإصابة والونش كمان للإصابة. الزمالك دخل المباراة ديت بالقايمة: محمد صبحي في حراسة المرمى، وكمان عندك عواد، وفي الدفاع طبعا عبد الغني والزناري وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي ومحمد عبد الشافي وعمر جابر. ده خط الدفاع. خط الوسط: إمام عاشور وعمرو السيسي، محمد أشرف رؤى، كمان دونجا، كمان زيزو، شيكابالا، مصطفى شلبي، أسامة نبيه، يوسف أسامة نبيه، سيف فاروق جعفر. في الهجوم طبعا مفيش غير سيف الجزيري وسامسون أكينوني. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك بكرة. هتكون مباراة صعبة جدا، خصوصا ان انت محتاج الفوز علشان تقلل النقاط بينك وبين الأهلي، وكمان تحافظ يعني على الأقل على مركزك في الدوري حاليا، لأن ممكن بطولة أفريقيا تحسم قبل نهاية الدوري، فهترجع لترتيب الدور الأول. فعندك قدامك دلوقتي فيوتشر وبيراميدز، فأنت دلوقتي في المركز الرابع، فلازم على الأقل تكون بتلاحق الأهلي وتكون قريب منه في النقاط. المباراة ديت إن شاء الله هتكون نقطة التحول في الموسم بإذن الله، زي مباراة 2-2 الموسم الماضي. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك بكرة، وإن شاء الله يحالفنا الحظ ومفيش كرات يعني تيجي تخبط في العارضة أو لعيب يضيع فرصة نندم عليها. إن شاء الله كل التوفيق للاعيبة الزمالك بكرة. رسالة إلى فيريرا: نتمنى إن كل لاعب يلعب مكانه، كمان خصوصا إن أنت استبعدت فتوح، وإن شاء الله يعني عبد الشافي يبدأ بكرة وما نشوفش المسلوسي في الجبهة الشمال، لأنها هتكون كارثة بمعنى المقاييس. وفي الشمال طبعا نتمنى في اليمين طبعا نتمنى إن احنا نشوف نيمار، لأن نيمار هيقفل على علي معلول وهيمنع إن هو هيمنع تقدم أو تقدم علي معلول إلى الأمام، لأن علي معلول هو يعني جبهة خطيرة للأهلي. نتمنى طبعا إن فيريرا يكون شاف دوت ويحاول يوقف الجبهة ديت بمشيئة الله. طبعا التشكيل متوقع: محمد عواد في حراسة المرمى، كمان بنسبة كبيرة في ناس بتقول الزناري. أنا بقول لك فيرا مش هيجازف في المباراة ديت، وهيبدأ بعبد الغني وحسام عبد المجيد وحمزة المسلوسي 3 في خط الدفاع، قدامهم 4 على الشمال إن شاء الله محمد عبد الشافي، قدامهم دونجا وإمام عاشور، على اليمين إن شاء الله نيمار. وبلاش عمر جابر يا فيريرا، بلاش عمر جابر يا فيريرا. قدام طبعا على اليمين زيزو، نتمنى طبعا ان زيزو يلعب في مكانه اللي هو بيحبه على اليمين، وعلى الشمال مصطفى شلبي او يوسف اسامه نبيه. كمان في الهجوم خلاص سيف الدين الجزيري. نتمنى طبعا ان سيف الجزيري يكون في حالته بكره، لانه هيفرق معانا جامد، خصوصا ان خط دفاع الاهلي مفيش منه الا رامي ربيعه، وتقريبا ممكن عبد المنعم يلحق او ما يلحقش، لان ياسر ابراهيم غايب للاصابه، وكمان محمود متولي غايب للايقاف. نتمنى طبعا ان لعيبه الزمالك كلها تكون على قدر. كمان نتمنى من زيزو ان شاء الله يكون في يومه وفي حالته، ويكون زيزو اللي نعرفه بتاع الموسم اللي فات. نتمنى طبعا ان امام عاشور يرجع لامام عاشور بتاع الموسم اللي فات، تصويباته وتمريراته، امام عاشور اللي بيقاتل على كل كرة في الملعب. المباراة ديت مباراة هتكون فارقة في الموسم
اكون او اللي انا اكون الفرصة الاخيرة. جمهور الزمالك مش هيرحم ادارة ولا جهاز فني ولا لعيبة. ليه الإدارة؟ لأن الإدارة ما دعمتش بصفقات حتى الآن وأخرت الصفقات. هقول لك دلوقتي هم أخروا الصفقات ليه. كنا احنا يعني كتيم نادي الزمالك محتاجين صفقات تدعيم في مباراة بيراميدز اللي خسرنا فيها في الكاس، وكمان في مباراة الأهلي لأنها تكون مباراة صعبة. الأهلي هيفرق عنك ب8 نقاط، وهيكون كده أنت خسرت السوبر والكاس والدوري بنسبة 70-80%. فكنا نتمنى إن إدارة الزمالك تكون مجهزة صفقاتها وتدعم فريقها من أول ما يناير فتحوا باب القيد، فتح، وكان قدامك فرصة تقريبا النهاردة 20 يناير، كان قدامك فرصة 20 يوم إن أنت تجيب صفقات فيهم، ولكن حتى الآن مفيش صفقات والزمالك ما أعلنش عن أي صفقات. كل التفاوضات، كل التعاقدات، كل الصفقات وقفت. كل دلوقتي التركيز على مباراة القمة لأنها تكون يعني نقطة تحول. ممكن تكون طوق نجاة لفيريرا، طوق نجاة للاعيبة، طوق نجاة لإدارة الزمالك. نتمنى طبعا إن إدارة الزمالك تحط كل ده في الاعتبارات. يعني أنت عندك مباراة صعبة بكرة، إن شاء الله إن شاء الله لعيبة الزمالك بكرة تكون يعني على قد المسؤولية. نشوف دونجا بروح دونجا، إمام عاشور، نشوف كمان محمد عبد الشافي يلعب أو يقدم مباراة كبيرة بكرة إن شاء الله. كمان في خط الدفاع نتمنى إن عبد الغني ما يسرحش كالعادة، وعمر جابر لو شارك ما يسرحش برضه كالعادة. ونتمنى من المسلوسي كالعادة إن هو ما يعملش ضربات جزاء أو معلول يلبسه ضربات جزاء سهلة. نتمنى طبعا كل اللعيبة تكون مركزة بكرة، ونتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وما يحصلش أي تغير في المباراة يأثر على نادي الزمالك. طبعا كلام كتير عن الصفقات، صفقات الزمالك تعاقد، الزمالك خلاص، إيبوكا خلاص، كل ده كان خلاص. إيبوكا خلاص، ولكن يعني إيبوكا موقع، الزمالك متفق مع اللاعب، ولكن سيراميكا متمسك بالحصول على 35 مليون جنيه كاش، والزمالك عاوز يقسط الصفقة على 4 أقساط، لأن طبعا كلنا عارفين إن مفيش فلوس. ايوه مفيش فلوس في النادي، عشان كده الزمالك مش عارف يعمل صفقات. الناحية التانية الاهلي بيقدم الراعي الخامس، والرعاية بتاعته بتوصل من 2 مليار ل 3 مليار، خصوصا ان كل الرعاة في مصر بتروح للنادي الاهلي، وكأن مفيش نادي في مصر الا النادي الاهلي. الزمالك شركة واحدة رعاته، والزمالك وقع معاه. كان على الأقل الزمالك محتاج كمان 2 3 4 رعاة عشان الزمالك يعني يكون في دخل، الزمالك يقدر يعمل صفقات. ولكن انت بتنافس فريق الاهلي بميزانية دولة، كل حاجة رايحة له. يعني انت تدي الاهلي 2 3 مليار رعاة، والاسماعيلي مش لاقي 2 مليون يدفع مرتبات لعيبته، كل لاعب عنده مش واخده مستحقات، وعنده ما عندوش مجلس إدارة، والزمالك بيعاني أزمة مالية مش عارف يدفع رواتب اللعيبة اللي عنده. فأنت عاوز تعمل قطب واحد في الدوري، فعادي مفيش مشكلة، سنة 2 3 مش هيكون عندك دوري، العب بقى دوري شركات انت والأهلي، والأهلي يفوز. لأن كل الأندية الجماهيرية هتعاني، يا إما تبيع الأندية الجماهيرية زي الدوري الإنجليزي عشان كل نادي يقدر إن هو يعني يعمل صفقات ويجي ناس تصرف عليه، إنما أنت ما تكونش ماسكني ومتحكم فيا وكمان خانقني. تدي نادي واحد 3 مليار رعاية، وفي نادي تاني بيموت مش عارف يدفع رواتب لعيبته ولا عارف يجيب صفقات، وفي نادي تاني خلاص الإسماعيلي بينتهي وينزل درجة تانية. فأنت عاوز تعمل إيه بالظبط؟ لو أنت عاوز يعني تطور الرياضة فعلا، وعاوز تعمل زي منتخب المغرب وتوصل نصف نهائي كأس العالم، عارف يعني إيه نصف نهائي كأس العالم؟ ان انت اصلا عمرك ما توصلها في حياتك. انا بقول لك باللي انت ماشي فيه والفساد اللي في الرياضه المصريه، فانت عمرك ما هتوصل اللي وصل له المغرب ولا حتى افريقيا. يعني افريقيا هتتطور حوالينا، المغرب، تونس، اثيوبيا كمان هتتطور، كل البلاد، السودان، واحنا هنفضل مكاننا هنحابي وهنراضي نادي واحد، ونادي واحد هياخد كل الرعاية في مصر، وباقي الأندية هنرمي لهم الفتافيت. وكمان هنحجز على حسابات نادي الزمالك في البنوك عشان ان احنا خلاص نخنق النادي دوت من موته. انا بقول نلغيه خلاص، النادي اللي عامل مشاكل لكل الناس ده. صفقات الزمالك طبعا عبد الله السعيد موقع ومتفق مع إدارة الزمالك، ولكن حتى الآن مفيش تحرك من إدارة الزمالك، تحرك بطيء جدا. بيجيب اللاعب يوقع ويمضي، على الرغم إن عبد الله السعيد كان متمسك بانضمامه للزمالك، وتنازل عن تقريبا 50% من راتبه اللي كان بياخده مع بيراميدز، خصوصا إن اللاعب كان عنده رغبة شديدة إن هو يجي الزمالك ويلعب مباراة الأهلي اللي هي بكرة دي. ولكن طبعا كالعادة إدارة الزمالك محلك سر، هدوء وبطوء، يعني بطيئة في التحرك. أنا مش فاهم في إيه بالظبط، أنا مش فاهم في إيه. مفيش فلوس،
اطلع اعلن للناس اللي ما فيش. الجماهير هتقف جنبك. جمهور الزمالك واقف جنب فريقه من زمان. جمهور الزمالك مش جمهور بطولة. جمهور الزمالك لو ما خدش بطولة لمدة 10 سنين هتلاقيه واقف جنب نادي الزمالك. في جماهير تانية لو فريقها خسر بطولة سنة 2 ممكن من النادي ده ما تلاقيش له جماهير. عشان كده بيحاولوا قدر المستطاع ان هو يديله اكبر عقد رعاية علشان ما يجيش يقول لك زملكة الدولة. فين زملكة الدولة؟ يعني فين زملكة الدولة؟ الاهلي عنده 6 فروع وعنده اكبر عقد رعاية، بياخد اكبر عائد. بس طب انت ما تكتب له الدولة باسمه وخلاص عشان نخلص. انا مش فاهم في ايه بالظبط. ويقول لك زملكة الدولة، وفي ناس يعني في ناس بتقول لك ايوه صح زملكة الدولة، يعني رغم ان الاهلي هو 42 دوري بالحكام بيقول لك زملكة الدولة. فنرجع لصفقات الزمالك. الواحد إيبوكا خلاص الزمالك كان مخلص معاه واللاعب كان خلاص، ولكن سيراميكا تمسك بالحصول على حمدي علاء لاعب الزمالك المعار للبنك الأهلي بيع نهائي، ولكن الزمالك رفض وقال ممكن نقطع إعارته من البنك الأهلي ونجيبه لكم إعارة. لا، البنك سيراميكا رفض، وكمان البنك الأهلي رفض إن هو يقطع إعارة حمدي علاء عشان هو يروح سيراميكا. فالصفقة وقفت لأن سيراميكا كمان عاوز المبلغ كاش. الزمالك قال لهم نخلص الصفقة كاش بدون لعيبة. سيراميكا قال لك أنا عاوز 30 مليون جنيه كاش. الزمالك قال له هقسط على 4 أقساط. سيراميكا قال له لأ طبعا مفيش فلوس. فالأزمة أثرت على الزمالك. عبد الله السعيد برضه نفس الكلام. الزمالك عاوز يخلص عبد الله، عاوز عبد الله السعيد يخلص نفسه من بيراميدز، والزمالك يوقع مع عبد الله السعيد موسم ونص. ولكن الزمالك حتى الآن بطيء في حسم الصفقات وما خلصش صفقة عبد الله، رغم ان احنا قلنا ان اللاعب كان عاوز يلعب ماتش الاهلي بكره وكان عاوز يخلص، ولكن اداره الزمالك لسه بتتفاوض مع مالك بيراميدز عشان عبد الله ينهي منها مشواره القروي في نادي الزمالك. الصفقه اللي بعد كده صفقه دغدوم لاعب المصري. ايوه دغدوم لاعب المصري. الزمالك عرض على اداره المصري ان هي تضم دغدوم مقابل محمد اشرف رؤى بيع نهائي، وكمان لاعب اعاره من نادي الزمالك، وكمان 10 مليون جنيه. وإدارة الزمالك منتظرة حتى الآن رد النادي المصري. دغدوم لاعب كويس جدا هيفيدك في افريقيا. ايوه هيفيدك، هتحتاجه لان انت ما عندكش بديل لزيزو. شيكابالا اسطوره، ولكن يعني السن هيفرق معاه، خصوصا ان هو ممكن يعني شيكابالا يديك نص ساعه، يديك يعني ما يديك شوط انما ما يديكش مباراه كامله بنفس الاداء. فانت محتاج لاعب زي دغدوم، خصوصا ان انت تحتاجه في افريقيا وداخل مباريات صعبه والموسم لسه طويل. فإدارة الزمالك كمان اللاعب اللي هو الجزائري الجندوزي اللي بيلعب في وفاق سطيف. اللاعب تم عرضه على نادي الزمالك، خصوصا ان اللاعب عقده بينتهي بنهاية الموسم الحالي، متبقي في عقده 6 شهور، يعني ممكن يوقع على اي نادي حاليا فري. وكلاء اللاعبين عرضوه على نادي الزمالك. نادي الزمالك عرض مبلغ 700 ألف دولار مقابل ان هو يشتري اللاعب. نادي وفاق سطيف تمسك بمليون ومئتين ألف، والصفقة وقفت. إدارة الزمالك ما كملتش في الصفقة رغم إن اللاعب دوت لاعب كويس جدا، وكان مشارك مع وفاق سطيف في بطولة أفريقيا الموسم الماضي، وبيقدم أداء متميز مع وفاق سطيف في الدوري الجزائري، فهيكون إضافة طبعا، ولاعب بروميسنج على المرمى. فأنت كنت محتاج اللاعب دوت في أفريقيا، خصوصا إن أنت ما عندكش 8 غير إمام عاشور. برضه مفيش فايدة، تحرك بطيء جدا في حسم الصفقات. وكمان يناير قرب يخلص، يعني بقى 10 أيام وموسم الانتقالات هيقفل، وهنخش الموسم بإجهاد بإصابات ربنا يستر. وكمان ما عندكش دكة قوية، يعني أنت لبكرة في ماتش الأهلي لو أنت محتاج تدعيم عشان تدعم الفريق، هتبص على الدكة هتلاقي كينولا وسيف فاروق جعفر وشيكابالا، مش هتلاقي حد. وفي الدفاع طبعا هتلاقي الزناري، إنما مش هتلاقي اللاعب اللي يصنع لك الفارق أو يحقق لك المستحيل. تمام. فانت كنت محتاج دكه واحد زي ايبوكا، لو كان جالس على الدكه بكره كان هيفرق معاك في الشوط الثاني. زي عبد الله السعيد كان ممكن ياخد نص ساعه في المباراه، كان هيفرق. كل اللعيبه دي كانت هتفرق لو انت كنت خلصتها من بدري. ولكن طبعا اداره الزمالك مأخره الصفقات ليه؟ اقول لك انا سبب ان اداره الزمالك مأخره الصفقات، خصوصا ان انت عندك مباراه بكره، لو خسرت هيطلع بعد المباراه على طول هيعلن تم تخليص ايبوكا خلاص عبد الله السعيد عشان ينصوا جمهور الزمالك الهزيمه، لا قدر الله يعني. وكمان الصفقات يعني بيداروا على فشل، يعني إدارة الزمالك بتداري على فشلها وفشل المدير الرياضي أو المسؤول عن الكرة في نادي الزمالك، خصوصا الصفقات بتاعته العشرة اللي جابهم في بداية الموسم مفيش فيهم إلا صفقة واحدة بس. صفقة واحدة بس، هو دونجا حتى الآن اللي أثبت نفسه، وباقي الصفقات نضاي مصاب. إيكينولا إحنا مش عارفين
وضعه، وكذا لاعب برضه مش ده مستواه اللي كان بيأديه مع فريقه قبل ما ينتقل إلى نادي الزمالك. فأنا مش فاهم أنت مستني إيه لحد دلوقتي ومتأخر ليه؟ كان ممكن تخلص الصفقات دي من بدري، وكان يعني اللعيبة دي كنت ممكن تحتاجها بكرة في ماتش الأهلي. اللعيبة دي كنت ممكن تحتاجها بكرة في ماتش الأهلي، ولكن إدارة الزمالك يعني عاملة إيه؟ مأجلة الصفقات ومأخراها بسبب مستنيين ماتش الأهلي. مستنيين ماتش الأهلي عشان يكون طوق نجاة بعد ماتش الأهلي. الجماهير كلها هتهاجم الإدارة وفريرا، فالحق بسرعة اعمل لك صفقتين تلاتة هدي الجماهير، ولكن محدش بيبص لمصلحة الفريق. والمسؤول عن الكرة اللي فاكر نفسه إن هو الوحيد اللي بيفهم في الكورة، هو الوحيد اللي ماشي بمنهج برشلونة والسيتي، ده مش في الدوري المصري. الأهلي دعم وظبط وصفقاته شاركت في كأس مصر، كنت انت محتاج صفقاتك كمان تشارك أمام بيراميدز وكنت تجهزها لماتش الأهلي. كمان الصفقة اللي هي نسيت اقول في صفقة خمسة ناصر منسي، طبعا دي كلها صفقات الزمالك بيحاول معاها، ولكن حتى الآن ما حسمش هو صفقة. ناصر منسي الزمالك موقع، اللاعب موقع والزمالك متفق، واللاعب عنده رغبة شديدة طبعا ان هو يجي الزمالك، مين ما يكونش عنده رغبة ان هو يجي الزمالك، ولكن البنك الأهلي حتى الآن متمسك باللاعب ورافض خروج اللاعب سواء على الإعارة أو بيع نهائي، متمسك بيه. والزمالك بيحاول يجيب ناصر منسي، خصوصا ان صفقة إيبوكا مهددة. النهارده اتفرجت على إيبوكا في ماتش سيراميكا وسموحة، لو الأداء ده هيأديه مع نادي الزمالك فأنا بقول لك يعني للأسف اللاعب مش هيفرق كتير عن إيكينولا. ولكن أنا بقول ممكن اللاعب بيفكر أو إن هو ينتقل للزمالك، أو اللاعب مش مركز مع سيراميكا، خصوصا إن يعني المفاوضات توقفت، فاللاعب حاليا بيفكر ممكن يفكر في نادي الزمالك. إنما إيبوكا لو زاد وزنه مع نادي الزمالك زي إيكينولا فأنا بقول لك زيه زي مايوكا، كمان هيبقى زيه زي مايوكا. نتمنى طبعا ان ده ما يحصلش لو الصفقة خلصت، وان اللاعب يشارك مع الزمالك على طول عشان يفضل محافظ على مستواه الفني والبدني. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك بكرة. نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك بكرة. نتمنى ان اللعيبة تكون عارفة قيمة نادي الزمالك وقيمة تيشيرت نادي الزمالك، وما تخذلش جمهور الزمالك بكرة ان شاء الله، ويروح فرحان، وكل جمهور الزمالك بكرة يفرح ان شاء الله بفوز الزمالك بمشيئة الله. وبكده نكون وصلنا الى نهاية الفيديو النهاردة. ما تنساش تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.